انت مو تريد تحب الصلاة، مو تقول انا اريد احصل خشوع بصلاتي، اريد احب الصلاة يا اخي، والله اتمنى اصلي، اتمنى استمر، بس اكو شغلات تخربط علي وضعي وكذا. انا اقول لك شو تسوي، اسمع هاي الروايات، اسمع الروايات اللي بيها فضل وعظمة للصلاة وثواب عظيم للصلاة، حتى ساعتها تصير تقول الله، يعني كل هذا بالصلاة وانا عايف الصلاة. تعال اسمع وياي. الامام الصادق عليه السلام يحاكي منه أبا يعفور. أبا يعفور اسمه عبد الله من أصحاب الإمام الصادق، يقول له يا عبد الله، إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها، صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها أبدا. متريد تصلي، صلي صلاة مودع، كأنك بعد خلص هاي آخر صلاة. لما يقولوا لك آخر صلاة وراح تموت، إيش قد تشلب بالتربة بعد ما تقوم عنها، صح؟ إذا يقولوا لك هسه ورا هاي الصلاة راح تموت، خلص تظل ماكو يوم كامل أنت بس راكع وساجد ويتانونك حتى ياخذون روحك. زين، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، باوع المكان سجودك. زين، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك. أنت لو بس تدريها وعن يمينك وياها وعن شمالك لأحسنت الصلاة. زين، واعلم أنك قدام من يراك ولا تراه. بالمناسبة هاي كلمة قدام ترى فصيح، مو عبالكم. قدام من يراك ولا تراه. لو أنت تدري وتحط ببالك بأنه أنا أمام الله سبحانه وتعالى اللي أنا ما أشوفه بس هو يشوفني، بأني ساجد بالصلاة وبالركوع راكع بالصلاة اللي هو أمرني من عندها، قال لي تعالي من هذا الباب، ألف هنيالك. هاي الروايات إذا كثر قراءة من عندها أصير أحب صلاتي. خلصت الكلام من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، صفحة 61، ثواب الصلاة، الرواية رقمها 2. ودمتم بخير وفي أمان الله.